يعني من عينيا يا محمود. ساعات بتلاقي سواق الميكروباص عمال يقول 2 عاشر 2 عاشر، تركب تلاقي العربيه لسه فاضيه. يا ابن اللي حصل ده مش صدفه، ده جزء من استراتيجيه تسويق اسمها التسويق بالندره او السكيرستي. الفكره فيها ببساطه انك بتحس ان الفرصه محدوده، فلو ما استغلتهاش دلوقتي هتضيع عليك، وده بيأثر على عقلك بشكل تلقائي وبيعمل حاجتين. اول حاجه الخوف من الفقدان او اللي احنا بنسميه فومو، fear of missing out، انك ممكن تضيع على نفسك فرصه ان انت تركب دلوقتي ومش عارف بعد كده ايه اللي ممكن يحصل. تاني حاجه مقاومه التأجيل. عادة لما نيجي نفكر ان احنا نشتري حاجة بنحب ناخد وقت وبنحب نفكر كتير، فلما تلاقي حاجة بتحدد لك الوقت ده بتضطر تاخد قرار بسرعة. طب ازاي نقدر نستفيد بالاستراتيجية دي في مجال التعليم؟ مثلا باقي على الكورس ده 3 مقاعد، ده هيخلي ناس كتير جدا ممكن كانت ناويه تاجل او مش حابه تاخد قرار دلوقتي هيضطر ان هو ياخد قرار بسرعه عشان يلحق. طبعا مش مطلوب منك انت تكذب، لكن مطلوب منك ان انت لما يبقى فعلا عندك حاجه محدوده ان انت تعلن عنها وتستغلها في الماركت. الناس في الشارع بتعرف تعمل ماركتنج بالفطره، فاحنا بنحاول نشوف بيعملوا ايه ونستفيد منه ونفهمه ونشوف هنقدر نطبقه ازاي. خدها بقى من الفيديو الاولاني.